أهلا وسهلا بكم. فهد الهريفي يعلق على المباراة بين النصر ونادي الرياض: هكذا هو التنظيم السليم، فلماذا لم يلعب المدرب في المباريات الأخرى بهذه الطريقة، وحيث قد خسرنا في مباراة مفصلية مع الهلال 3؟ نتابع معكم. لا يصح إلا الصحيح. هذا هو التوظيف السليم، هذه هي الطريقة والتوظيف والتنظيم الرائع، مش التدوير من أجل تخدم للاعب على حسب المجموعة، أو من أجل التدوير في سبيل أنك تشوف وين المراكز المناسبة لبعض اللاعبين. اليوم احنا لعبنا بهالطريقة، طيب ورا ما لعبت بها قدام الفرق الأخرى، ورا ما لعبتها في مباراة مفصلية، حرام بهذه العناصر أن الفريق النصراوي ينهزم 3 في مباراة الهلال. بهذه العناصر يبغى لها بس تنظيم وتمركز رائع. أما مرة فوفانا ورا، مرة تافي يرجعوا ورا. شوف التوظيف كيف، شوف بروزوفيتش كيف خذ حريته وكيف تألق. شوف النفسية عند كثير من اللاعبين. ماني لا حد يقول لي الرياض حاجرين في نص ملعب وقاعدين على هالفرص اللي جات، والى الآن 2-0. عقلوا مدربنا شوي.